السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، يا رب تكونوا في أفضل حال. اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. سعيد يلا تصلي على رسول الله. صلي على رسول فإن فيها تيسير للأمور. إن شاء الله بعرض لك النهاردة الهوجن 2025، المكنة المصري، الموتور التربو، اللزقة الحمراء. الناس تقول لك 75% استيراد. طبعا أنا عارض لك المكنة بكل تفصيلة بإذن الله، بس إن شاء الله إحنا هنلعب مع بعض شوية وهوريكم كل حاجة بالتفاصيل. بس متبخلوش علينا وانت بتسمع الفيديو باللايك والاشتراك في القناة ليصلك كل جديد. إن شاء الله هصور لكم المكنة، وإن شاء الله أنا هعرض لكم الفترة الجاية المكنة الفجوري والدايو 4 بكل تفاصيله بإذن الله. إن شاء الله النهاردة بقول لكم على الموتور بالتفاصيل وكل حاجة قدام حضراتكم اهيا. طبعا الموتور ال HG، الموتور التربو. لو جينا نبص هنا تربو ازاي يعني؟ التربو اللي هي الحتة دي، المسمارين دول. طبعا في ناس بتقول لك المكن الهوجن مش حلو. لا، انت حسب اما انت بتيجي تشتري بتختار الشاسيه وبتختار الموتور، لان في موتور عليه لزقة صفرة، موتور عليه لزقة حمرة، موتور عليه لزقة سمرة. ولكن ده من افضل المواتير اللي نزلت. طبعا عندنا الفجوري 150 نفس الشكل بالظبط، بس مكتوب بدل كلمة هوجن فجوري من شركة فجوري. ان شاء الله هعرض لكم المكنة دي قريب جدا، بس لو انت متابعني ومفعل زر الجرس ان شاء الله هيوصلك كل جديد. طبعا النهاردة هعرض لك رقم الموتور. طبعا هو الموتور بيبدأ من 162، ما بيبدأش بالاتش جي. قدام حضراتكم اهو الموتور. في الموتور الأصلي بيبقى هنا حرف ال HG واضح قدام حضراتكم. تمام. طبعا الموتور اللي هو عليه اللزقة الحمراء ده بيبقى موتور مميز جدا عن المواتير التانية. تمام. طبعا احنا معانا الشكل الأسمر الجميل. في طبعا الألوان دي بتبقى أذواق. تعال بص معايا كده هنا على الشكمان. هنا الأول كان بيجي موديل لك 2025 2023 مش عارف ايه، بس من 25 ما عادش 2025 ما بينزلش الا الحروف دي HG4 جوه حضراتكم فوق. HG4 ما عادش بينزل موديلات. تمام. بس اهم حاجة وانت بتشتري لازم ان انت تبقى منقي كويس الشاسيه، الموتور مختار الموتور المناسب. تمام. طبعا معروف ان دايما الكاوتش الخلفي بيبقى فيه الخطوط الصفرا دي. تمام. زي ما حضراتكم شايفين اهي. تعالوا نبص على الشاسيه. الشاسيه ده من تنقية المعلم سيد. بصوا الشاسيه ما شاء الله نضيف، لحماته كويسة، بس اللي يعرف ينقي وما يضحكش عليه. تمام. وميكانيكي كويس نضيف يقفل لك المكنة تقفيل محترم. تمام. طبعا احنا واحنا بنقفل بنشحم المكان ده كويس جدا اللي هو الزور. وعندنا اللهم صل على سيدنا محمد مسمار النص. تمام. ما تنساش بس حضرتك بتتفرج كده على الفيديو انك تعمل لنا اللايك والاشتراك في القناة علشان هيصلك كل جديد ومميزات كويسة
وان شاء الله هننزل لكم فيديو عن الزيت باذن الله. طبعا هنا HG 150 الاصل بيبقى فيه هنا علامة النسر، وهنا بقى فيه علامة النسر، الكلام ده على الاصل بس. هنا برضو علامة HG طبعا حضراتكم اهي، تمام. مكنة محترمة HG برضو، بس اهم حاجة الاختيار في التنقية وانت بتشتري، لان انت بتدفع فلوس، بتدفع 35,000 جنيه في مكنة مصري، فلازم ان انت تختار كويس، تمام. لو جينا نبص هنا كده هنلاقي برضو هنا على الكتلة، تمام. هنلاقي هنا على خزنة الباكم. خلي بالك وانت بتشتري لازم تدقق في كل حاجة علشان التاجر ما يضحكش عليك. لو جينا نبص هنا خلي بالك من حرف الاس ده اهو، علشان الاس ده كل حرف بموديل معين. حرف الاس ده بتاع 2025، تمام. نبص هنا برضو الاصل بيبقى مكتوب عليه كينج، عفوا الاصل بيبقى مكتوب عليه هنا هوجن، المصري مش مكتوب عليه زي ما حضراتكم شايفين. هنا كلمة هوجن تبقى صغيرة شوية عن الأصل، وهنا كلمة الكينج اهي، تمام. لو جينا نبص في الأصل هنلاقي الكلمة دي كبيرة كده واخدة المكان ده كله، تمام. وطبعا هم منزلين مكنة دلوقتي برضو شبه الموتور الأصلي بالظبط، بس اللي بيعرف يشتري وينقي هو اللي بيعرف الكلام ده، تمام. زي ما حضراتكم شايفين، تمام. زي ما حضراتكم شايفين هنا برضو الشكمان التاني، اللهم صل على سيدنا محمد. هنيجي نبص برضو على التقفيل واللحمات، لان الشاسيه طبعا متنقي مظبوط. في ناس تقول لك هي المكنه اللي هو الدايو الكوبايه بتاعتها صغيره، لا عادي، هو المساعد واحد، مفيش فرق. ولو جينا نحط الشاسيه بتاع الدايو والهوجن الاتنين وزن واحد، عشان بس حضراتكم تبقوا عارفين. هنا الفردة الأمامية برضو فيها نفس الخطوط، تمام. هي المكنة لو مغسولة هيبان لكم الحاجات دي أوضح من كده. بص حضراتكم، مكنة مصري بس متقفلة تقفيل مظبوط، ومتنقية تنقية مظبوطة، تمام. عايز أقول لكم معلومة إن المكن المصري أسرع من المكن الأصلي. أيوة زي ما بقول لكم كده، المكن المصري أسرع من الأصلي، بس طبعا الأصل لا يعلى عليه. وبعدين احنا هنحتاج السرعة في ايه؟ انت محتاج المكنة تروح بها مشوارك، تاكل بها عيش، تشتغل دليفري، تشتغل اذا كنت محتاجها في الورشة، محتاجها في رايح بها الشغل، ايا كان العمل بتاعك. فهي ما شاء الله يعني المكنة صراحة حاجة كويسة جدا، وآلة معاك هتحافظ عليها، هي هتحافظ عليك ان شاء الله. يا رب يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. وبرضو انا اسمع لكم صوت الموتور، هات كده كلام المفتاح، انا اوريكم ان شاء الله المكنه اهي. بسم الله الرحمن الرحيم. سامعين الصوت بتاع الموتور؟ سامعين؟ احنا كده سادين الشكمان، هوا كريم. سامعين صوت العد؟ سد كده يا كريم. سامعين الموتور كده؟ احنا سادين الشكمان، لا فيه زنة ولا خشانة ولا حاجة بتخرفش جوه ولا كلام من ده. بسم الله ما شاء الله، ربنا يزيد ويبارك. انا عايز بس اقول لكم معلومة مهمة جدا 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 في موضوع التليين. الناس اللي بتيجي تلاقي المكن لازم تشد الدبرياج كده اهو،
كده. ليه بقى؟ لانك انت بتلين زيت الموتور بيروح على ورق الدبرياج، فبيخش ما بين الورق وبعضه، فبيخلي المكنه تبقى كويسه ان شاء الله في التليين. شد كده، وطبعا ما تسيبهاش المكنه، ما تسيبهاش دايره 3 4 ساعات والكلام من ده. هي المكنه تدورها تلت ساعه وتبطلها لحد ما تبرد، بعد كده تدورها نص ساعه. تمام، رويدا كده، واحده واحده في التليين. ان شاء الله يا رب يكون الفيديو نال اعجاب حضراتكم. ما تنسونيش بالدعم والاشتراك، ورجاء اللايك لاخوك. شكرا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.